عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس علشان ما انزلكم اي فيديو جديد تاني يوصلكم اشعار على طول. يلا بينا عشان نبدا الفيديو. بناء على طلب الجماهير او طلب الفانزات يعني نزلت بوست وقلت هشرح لكم ايه المره الجايه، فلقيت اكتر الناس او اغلب الناس عايزين طريقه تكوين جمله. فالفيديو ده هعمل لكم اشرح لكم واقول لكم ازاي نكون جمله صح، والصراحه عشان الكلام كتير فانا هقسمه على جزئين. تمام؟ فده بارت 1 وفي كمان بارت 2، فخليكم فاهمين او خليكم عارفين ان في بارت 2. تمام؟ فيلا بقى نبدا الفيديو عشان ما نطولش. اول حاجه، هو يعني ايه جمله؟ يعني اول حاجه كده، يعني ايه جمله اساسا بالانجلش؟ يعني عباره عن ايه؟ الجملة هي كلمة أو مجموعة كلمات برصهم جنب بعض، بلزقهم جنب بعض علشان تديني الأهم من ده كله، علشان يديني معنى مفيد. يعني إيه؟ يعني كلمة أو مجموعة كلمات. إيه ده يا منى؟ هو أنا ينفع أحط كلمة واحدة بس وأقول عليها جملة؟ شوفوا بقى، مثلا لما أجي أقول لكم read، دي كده ينفع أقول عليها جملة. تخيلوا لما أجي مثلا أقول write، لما أجي مثلا أقول go، speak، work، كل دي معناها كلمة واحدة. انتوا بقى متخيلين الجملة لازم تكون فيها مليون كلمة؟ مش لازم، بس هو لو فيها كذا، يعني لو في كذا كلمة عادي هتبقى جملة طبعا، بس مش شرط اساسي علشان اقول ان دي جملة لازم يكون فيها كلمات كتير. ما اصل انا ممكن احط كلمات كتير وما تدينيش معنى في الاخر. انا الاهم من كلمة او كلمات مش الاهم حاجة، يعني مش مهم عندي العدد. تمام؟ العدد عندي هنا مش مهم، المهم عندي ان انا اطلع من الجملة او اطلع من الكلام بمعنى مفيد. تمام؟ انا يعني جملة ممكن اقول كلمة تبقى جملة، ممكن اقول كلمات كتير تبقى جملة، بس الاهم من ده كله ان انا ادي معنى مفيد للي بيستمعني او اللي بتكلم معاه. تمام؟ لازم اطلع من الجملة بمعنى مفيد ايا كان عدد الكلمات، سواء كانت كلمة او كلمات. تمام؟ خلاص عرفت ان انا ممكن احط كلمة واحدة بس وينفع اقول عليها عادي جملة. تمام؟ بس وقتها بقى دي مش جملة، مش زي اي جملة، مش جملة اخرها فول ستوب، مش جملة خبرية عادية، مش جملة عادية فيها فاعل وفعل، لا، دي مبدوءة او بادئة يعني بفعل. تمام؟ لما اجي اقول لك speak، go، write، فدي جملة اساسا بادئة بفعل في المصدر، فوقتها اسمها imperative sentence، يعني جملة أمرية. sentence يعني جملة، وimperative يعني أمرية، فمعناها جملة أمرية. جملة أمرية ببدأ بيها بطلب، دايما 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 لازم تكون مبدوءة بفعل في المصدر، فعل في الانفينيتيف. لازم أي جملة أمرية لازم تكون مبدوءة بفعل، لازم. ويعني بأمر، بطلب، بقول لك اكتب، بقول لك اذهب، بقول لك اشتغل، بقول لك ذاكر، بقول لك نام، بقول لك العب، فلازم اكون بادئه بفعل طبيعي. تمام؟ بس لازم الفعل ده يكون في الانفينيتيف، لازم 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 يكون في المصدر. ما ينفعش اقول لك ويند، ما ينفعش احط لها اي ان جي، ما ينفعش، فاهمين؟ ولا احط لها اي دي، لازم من الاخر الفعل يكون في الانفينيتيف عندي طالما جمله امريه. تمام؟ لازم طالما جمله امريه لازم يكون الفعل في المصدر. في بقى معلومه ان اي جمل في الانجليش لازم 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 يكون فيها فعل. ما ينفعش، مستحيل تلاقي جمله في الانجليزي كده ما فيهاش فعل. ممكن ما تلاقيش فاعل عادي، لكن الاهم والاساسي لازم يكون في فعل اللي انت هتعمله اصلا. فاهمين؟ يعني مثلا لما اجي اقول تكنولوجيا مهمه، هل هقول مثلا ذا تكنولوجي امبورتنت على طول، ولا هقول ذا تكنولوجي از امبورتنت؟ هقول از امبورتنت، يعني عايزه اقول ان التكنولوجيا تكون مهمه او هامه يعني، فلازم احط فعل. مفيش جمله في الانجليزي ما فيهاش فعل، لكن ممكن استغنى عن الفعل عادي، زي الجمله الامريه. ما هو الجمله الامريه انا ما حطيتش هنا فاعل، انا حاطه فعل بس، انا حاطه باجي اقول لك سبيك، بقول لك ورك يعني اشتغل، دي كلمه واحده فعل. تمام؟ مفيش فاعل. هو الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، تمام؟ ده في العربي يعني ماشي، بس انا بقول لكم في الانجليش ماشي، مفيش هنا فاعل صريح. تمام؟ ما قلتش ما قلتش يو، ما قلتش هي ولا شي، مفيش فاعل خالص. ما قلتش منى ولا سلمى ولا منى، مفيش فاعل. تمام؟ دي هي فعل بس. فمعنى كده ان في الانجليزي مفيش جمله ما يكونش فيها فعل، لازم 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 شرط اساسي يكون في فعل عندي في الجمله ايا كانت الجمله عامله ازاي. بس في حاجه بقى، انا اكيد مش طول الوقت هفضل استخدم فعل واحد او هستخدم كلمه واحده. اكيد في او بعض الاوقات هبقى حابه ان انا ازود شويه في الكلمات، فلو حبيت ازود يا منى شكل الجمله تبقى عامله ازاي؟ بصوا بقى، لو انا حبيت ازود في عدد الكلمات واعمل جمله بقى فيها كلمات كتير، فوقتها هحتاج لفاعل، وطالما انا احتجت لفاعل يبقى لازم ابدا بالجمله بيه، لازم الجمله تكون مبدوءه بفاعل، فاعل ثم فاعل. لو
المعنى ما تمش، يعني المعنى ما تمش الجمله، احط مفعول. لو المعنى خلاص استكفيت بيه خلاص مش لازم احط مفعول، فاهمين؟ لازم subject ثم verb. تمام. طب يا منى الفاعل ده ايه؟ بصوا بقى، الفاعل بينقسم لحاجتين، يا اما noun اسم، يا اما pronoun. pronoun يعني ضمير تاني، يا اما noun يا اما pronoun، يا اما اسم يا اما ضمير. طب اسم زي ايه؟ زي اي اسم في الكون، اي اسم في الكون عندك ينفع احطه فاعل. اسم حيوان، اسم جماد، اسم انسان، اي اسم، اسم نبات، اسم بلد، اي اسم في الكون ينفع اعتبره فاعل عادي جدا. تمام. طيب خلاص الموضوع اسم خلص، تعالوا بقى نشوف الضمير. طب الضمير زي ايه منا؟ زي ضمائر الفاعل، طالما بتكلم عن فاعل زي ضمائر الفاعل، لو بتكلم عن مفعول يبقى زي ضمائر المفعول، فاهمين؟ فالفاعل ليه ضمائر معينه، مش اي ضمير اعتبره فاعل. فضمائر الفاعل انتوا كلكم عارفينها، اللي هو اي، يو، هي، شي، ات، وي، زي. تمام. كل دي ضمائر، يا اما اسم يا اما ضمير لو انا عايزه احط فاعل. طيب الفعل زي ايه؟ بصوا بقى، الفعل ده خطير جدا. الفعل ده هو اللي انا اقدر منه افهم الجمله دي زمن ايه. يعني عشان افهم الجمله دي زمن المضارع ولا الماضي ولا المستقبل، هعرفها منين؟ هعرفها من الفعل ذات نفسه. تمام. فالفعل ده ليه موال كبير جدا. يعني بقى هو الفعل ده هو الازمنه كلها، هو زمن المضارع. شوفوا بقى، خدوا مضارع مستمر، مضارع بسيط، مضارع تام، ماضي عندكم ماضي مستمر، ماضي بسيط، ماضي تام. المستقبل عندكم مستقبل مستمر، مستقبل بسيط، مستقبل تام. فكل زمن حرفيا اللي هو مضارع وماضي والمستقبل، كل واحد فيه 3 ازمنه. يعني 3 في 3 ب9، يعني عندك 9 ازمنه. تمام. فكل ده اللي يحدده مين؟ اللي يحدده هو الفعل مش الفاعل. فالفعل ده مهم جدا 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 في الجمله، لازم يكون موجود طالما انا هكون جمله، ومنه هقدر افهم زمن الجمله ماشيه ازاي، هل هي في المضارع ولا هل هي ماضي ولا هل هي مستقبل. خدوا جمله بقى، لو انا مثلا قلت I am reading، يعني انا بقرا. تمام. مستمر في القراءه. تكوين الجمله اللي بنقول عليها I ده السبجكت بتاعنا اللي هو الفاعل، و am reading ده الفيرب بتاعنا. تمام. فانا كده فهمت من الفاعل ان الجمله دي في زمن present continuous اللي هو في زمن المضارع المستمر. ليه؟ لان في فيرب تو بي والفيرب بلس اي ان جي، فكده فهمت ان زمن هنا مضارع مستمر. منين؟ من الفعل اللي عندي. تمام. خدوا كمان جمله، لو انا مثلا قلت بيبي سبيكس. تمام. ذا بيبي ده فاعل. تمام. سبجكت عادي، اسم. تمام. جاي لي هنا اسم، المره اللي فاتت كان ضمير، اما المره دي اسم. وانا قلت لكم اي اسم في الكوكب ينفع اعتبره فاعل عادي. كلمه سبيكس اللي هو يتحدث ده الفيرب. تمام. طب انا كده فهمت ان الزمن اللي عندي هنا او الجمله اللي عندي هنا زمن البريزنت سيمبل، زمن المضارع البسيط. عرفت منين ان هو مضارع بسيط؟ عرفت من الفعل اللي عندي، لان زمن المضارع البسيط بيكون مع المفرد بيكون اخره اس. لو مثلا قلت كمان we will work، تمام، ما اسمهاش work، اسمها work. تمام. يعني الاو دي كانها ايه، فاهمين؟ بنفتحها شويه. لو انا قلت we will work، هنا we ده فاعل عادي، will work دي كده الفيرب، والفيرب هنا في الفيوتشر سيمبل في المستقبل البسيط. عرفت منين؟ من الفعل اللي عندي. فمعنى كده ان الفعل هو اللي بيحدد زمن الجمله. لو قلت مثلا the match started، يعني معناها المباراه بدات، خلاص هي بدات، جمله في زمن الماضي. طب عرفت منين انها زمن الماضي؟ عرفت من الفعل، لان الفعل منتهي بالاي دي، هو في زمن باست سيمبل. اكيد زي ما انتم شايفين من قواعد كتابه الجمل، لازم عشان اكتب جمله لازم 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 يكون اخرها فول ستوب وبدايتها بحرف كابيتال. تمام. علشان الايساي بعد كده محدش يغلط. طول ما انت بتكتب في الجمله لازم اول حرف فيها يكون كابيتال، اي مثلا يبقى الاي كابيتال. تمام. خدوا بالكم من الحاجات دي، واخرها فول ستوب طالما جمله. كل دول اللي انا قلتهم دول جمل صحيحه، لان هم ادوني معنى مفيد في الاخر. انا فهمت ان المباراه خلصت، انا فهمت اننا سوف هنشتغل، انا فهمت ان البيبي بيتكلم، انا فهمت ان انا بقرا. فاهمين؟ فادوني في الاخر معنى مفيد. طول ما هم ادوني معنى مفيد يبقى هي دي جمله صحيحه جدا. تمام. عادي، متكونه من فاعل وفعل، جمله عاديه خالص. بصوا بقى على الجمله دي، لو انا مثلا قلت لكم I want، تمام، هل دي بقى جمله ولا مش جمله؟ هتحسوا كده يعني انا اريد ايه، محتاجه تكمله. يعني مثلا اقول لكم we like، انا نحب ايه، تحسوا كده انكم عملت ايرور، صح؟ قلت كمان مثلا he gave ايه، هو ادى ايه. هنا بقى لازم اوضح واكمل باقي الجمله، واحتجت المفعول. لازم انا عندي الفاعل والفعل مش مكفين عندي، مش مدين المعنى مفيد للجمله.
طول ما الجمله مش مديه معنى مفيد فما ينفعش، لازم اكمل باقي الجمله، لازم اكمل واوضح. طب اشمعنى يمنا الافعال دي؟ علشان الافعال دي افعال متعديه. يعني ايه افعال متعديه؟ ما هو زي العربي كده، ما انا عندي فعل لازم وفعل متعدي، في الانجليش برضو في كده، في فعل لازم وفي فعل متعدي. الافعال المتعديه هي الافعال اللي هي مش بتستكفى بالفاعل بس، لا دي تحتاج كمان لمفعول، طماع، لازم فاعل ومفعول. تمام. اما الافعال اللازمه لا، هو فاعل وبس، لازم فاعل وبس، مش محتاجه حاجه تانية. فالفعل ده بقى عندي مش فعل لازم، ده فعل متعدي، لان هو لما انا حطيت فاعل ما ادانيش معنى مفيد. انا اريد ايه؟ احنا نحب ايه؟ هو اعطى ايه او ادى ايه؟ تحسوا محتاج مفعول، فاهمين؟ فعشان كده التكوين الجمله دي هيتغير. هقول بقى ايه؟ subject plus verb plus object يعني مفعول. تمام. فلازم فاعل مفعول. طيب احنا اتكلمنا عن فاعل وقلنا يعني اجيبه ازاي، قلنا يا اما يكون نون يا اما يكون برونون. واتكلمنا عن الفعل وقلنا عن الفعل ده هو ده الازمنه كلها في الانجليش، هو التنس كله في الانجليش، هو الازمنه كلها. وهبقى اتكلم عن زمن بالتفصيل باذن الله. بس عشان الموضوع كبير فعلا، فالازمنه كتير، يعني شوفوا 9 ازمنه عندي، فهنبقى اتكلم عنهم ان شاء الله مره تانية. تمام. المفعول بقى هو بيتكون من ايه؟ زي الفعل بالظبط. مش انا قلت الفاعل يا اما يكون نون يا اما يكون برونون؟ المفعول برضو نفس الكلام، يا اما يكون نون اسم يا اما يكون برونون. اسم زي ايه؟ اي اسم في الكون عندك، اي اسم في الكون ينفع اعتبره مفعول عادي جدا. طيب برونون زي ايه؟ زي ضمائر المفعول بقى، كلنا عارفينها، او لو مش عارفها اعرفها دلوقتي اهو: مي، يو، هيم، هير، وذم، واس. تمام. فانا بقى لو محتاجه اكمل الجمله دي المفروض اقول مثلا I want مثلا كوفي. تمام. كده المعنى اداني، كده الجمله بقت صحيحه. ليه؟ لان اداني معنى انا اريد قهوه. خلاص فهمت. تمام. لكن لما اجي اقول كمان we like our teacher، يعني انا بنحب معلمنا، جمله ادتني معنى. we give me a book. تمام. ادتني معنى برضو، طالما ادتني معنى يبقى خلاص تبقى جمله صحيحه جدا، تبقى جمله تنفع تكون جمله، لان هي ادتني معنى في الاخر. بس خلي بالكم اخر جمله دي انا حاطه فيها مفعولين، لان فعل جيف ده فعل من اللي هو يعطي. تمام. فعل متعدي بينصب مفعولين. تمام. اللي خدناه في العربي ما هي موجوده في الانجليزي برضو. تمام. فالافعال المتعديه اللي بتنصب مفعولين زي فعل جيف يعطي. تمام. فعندك جيف مي، مين اللي جيف؟ مين اللي اعطاني؟ هو اعطاني. مي ده مفعول به اول، وابوك ده مفعول به تاني. تمام. وانا ما قلتش بوك، انا قلت ابوك. ليه؟ لان بوك ده اسم مفرد يعد. طالما اسم مفرد يعد لازم احط له اداه، سواء كانت او ان او زي دي اداه تعريف. لو انا عايزه اقول الكتاب، او انا محدده كتاب معين وبشاور عليه. لكن لو انا عايزه اقول كتاب، كلمه نكره، عايزي احط لها يا ان، وانتوا بقى عارفين الفرق. تمام. فعشان كده انا حطيت بوك، ما قلتش بوك. لو قلت بوك تبقى غلط، فعشان كده قلت ابوك. تمام. فبس كده الفيديو خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنوا بارت 2 هبقى انزله ان شاء الله بعده باقي التكمله يعني. تمام. فاشوفكم في فيديوهات تانية جديده. سلام.